السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزي ما شفتوا في الصورة المصغرة، النهاردة هنتكلم عن الجانب المظلم من صناعة الأنمي. طبعا كلنا عارفين ازاي الأنمي بيتعمل من حيث أنواع الرسم والرسامين ومؤدين الأصوات والاستوديوهات. وعلى حسب دراسة اتعملت مع 700 منتج، فمتوسط دخل المؤدين الأصوات من 9000 ل 25000 دولار. وطبعا السعر بيختلف على حسب بقى السن والحاجات دي كده يعني. والمشكله بقى ان الاجر ده في بلد زي اليابان وكده فيعتبر ولا اي حاجه، وحوالي 50% منهم مش شغالين بعقود ولا تأمين صحي، فده بيخليهم صدايا سهله للاستوديوهات. يعني حرفيا يعني اي حد عايز مؤدي صوت يروح يجيب واحد من الشارع وهو كده بقى زي الفل. وبقى دلوقتي ننتقل للجانب المظلم اللي هو تاني حاجه بقى، اللي هو الرسامين. فعلى حسب دراسة اتعملت برضو، في عدد ساعات شغل الرسام 10 ساعات في اليوم، يعني حرفيا يومه كله ضايع في الرسم. فطبعا في منهم اللي بيحس ان الراتب بتاعه ده مش كفاية خالص ولا هيفرق معاه في حاجة اصلا. ومنهم بقى اللي بياخد 8500 دولار اللي هو اقل من مليون ين اصلا، ومنهم اللي بياخد اكتر من 3 مليون ين. وما يغركوش الرقم، لان العيشه في بلد زي اليابان غاليه قوي، يعني اغلى من مصر كمان، انتوا متخيلين؟ وبس هو ده فيديو النهارده، فيديو على خفيف كده. متنسوش بقى اللايك واشتراك، فعل فيديو زر الجرس عشان الفيديوهات الجديده في اسرع وقت. وما تنساش تدعيلنا عشان احنا داخلين على امتحانات وحاجات زي الفل كده. واشوفكم الفيديو الجاي، وسلام. 神羅転生